جلس النبي 14 يوم، قال قم يا أبا بكر خذ الراية وروح افتح الحصن. وراح أبو بكر ولا قدر، ما فتح. فرجع أبو بكر قال يا رسول الله لم يفتح علي. قال في اليوم الثاني قم يا عمر خذ الراية وروح افتح الحصن. وراح عمر بن الخطاب وما فتح عليه. الجيش الآن أصيب بإحباط. أحيانا الأحداث تضعفنا تحبط مننا، ولذلك الرسول لا حس ان الجيش واصحابه اصيبوا بشيء من الاحباط، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع من روح هذا الجيش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غدا بكرة لأعطين الراية. شوفوا كيف الرسول يرفع وعندها التفاؤل والنظرة البعيدة. غدا لأعطين الراية رجل يفتح الله عليه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يوم ارتفعت همم الصحابة، قالوا الحمد لله يعني بيفتح علينا. هذا اليوم الرابع عشر او الثالث عشر. فجلس الناس تلك الليلة كل منهم يقول من هو؟ من هالرجال اللي بيفتح الله عليه يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. حتى احد الصحابة نسيت اسمه الان، من الصحابة الطيبين لكنه ليس من الفرسان الكبار، يقول فمر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت ارفع رأسي ابغاه يقول انت من سيفتح عليك، فنظر الي الرسول فابتسم وتركني. يقول عمر بن الخطاب والله ما تمنيت الامارة، يعني ما تمنيت ان الرسول يوليني على شيء الا ذلك اليوم، لان الرسول جالس يقول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وجلسوا الناس تلك الليلة كل منهم يفكر من يحب الله ورسوله ومن الذي يحبه الله ورسوله. فلما بات الناس وجاء وقت صلاة الفجر وخرج النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة والناس ينظرون إليه وكل منهم يترقب، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوني الراية. والناس يناظرون الآن راية جاية، فجاب الراية. الراية ما تعطى إلا لأشجع رجل، ويحط حوله ناس أيضا من الشجعان اللي يحمون هذا الذي يحمل الراية. فلما أتوا بالراية إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسكها، قال أين علي بن أبي طالب؟ علي ما هو موجود معهم، علي أصيب بمرض في عيونه الرمد. فالصحابة انبسطوا زي اللي يقولون فرصة ما دام علي مو فيه يمكن واحد ثاني. قالوا يا رسول الله علي أصيب في عينه يشكو من عينه. قال ائتوني به. فراحوا الصحابة وجابوا علي. فلما أقبل يقول علي رضي الله عنه فأتيت النبي وفي عيني رمد، ما يشوف اللي قدامه زين. يقول فوضعني النبي بين يديه، يعني حطه هنا على صدره، فأخذ النبي ينفث عليه ويمسح على وجهه حتى برئت عيني، واحدة من عيونه طبعا اللي فيها الرمد. قال والله لا أدري أين الذي كانت تؤلمني، ما أدري ذي ولا ذي، لأنها كلها طابت. وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا علي. وقبل هذا ترى الرسول كان يقدر انه يدعي لعلي يقول يا رب اشف عليه وانزل عليه الشفاء، لكن الرسول يبغى يحسسه بالرقة واللطف. يا جماعة بعض الزوجات تشتكي من زوجها ما عمره لمسها لمسة حنان من الزوج، ما عمره ضم ولا لمس ابنا له او طفلا في بيته. بعض الناس عنده عبارة قاسية، بعض الناس لا يستطيع يقول بعض الناس شكرا كثر الله خيرك بيض الله وجهك. اذا صنعت لك امك طعاما اعجبك قل الله يسلم هاليدين، الله يطيب هاليدين الطيبة، جعلني مبكيك يوم ما يمتي. قل عبارات حلوة. ترى الكلام الطيب يلين الحديد ويرغب القلوب، مع امك مع والدك مع زوجك مع اهلك مع جارك. خطب الخطيب خطبة جمعة ونزل ورأيت خطبته فيها نوع من الأثر وشيء من الجمع والتحضير والدقة والعبارة، تشكر منه وشجعه. وقس حتى العامل في بيتك حتى الخادم إذا رأيت أحسن في التنظيف وأحسن في العمل في أي مكان قل له بيض الله وجهك، وهذه هدية وهذه كلمة. يا جماعة ديننا دين التكافل الاجتماعي، دين الذوق، دين الكلمة الطيبة. وقولوا للناس ايش؟ حسنا. قل كلام طيب، قل كلام حسن يحسب لك وترغب الناس ايضا وتحببهم فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي خذ الراية. وش رايكم؟ اعطني العصا اللي عندك يا ظافر. انا بس بشبه لكم تشبيه الموقف، الصحابة ينظرون لهذا الموقف بيض الله وجهك. تخيلوا الراية هذه عصاك يا، تخيلوا الراية الان تقدم في المسجد ويقال تعال يا عبد الله الجميل خذ، او خذ يا فلان. هذه راية النبي صلى الله عليه وسلم حينما تستلمها. انا ابغاكم كلكم تتخيلون ومن يشاهدني، تخيل ان الرسول يسلمك راية الان يقول لك انت يا خالد حامد هذه الراية تأخذها، صوتك هذا اريدك ان تفتح به للأمة خيرا
وعفة وشرفا ودعوة للمكارم. أتقبل أخذ هذه الراية وأعمل بها، لأن الهدف أنا أقول يا ترى هل نحن نستحق أن نسلم راية؟ هل نحن نستحق أن نأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل السنن بيننا. الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم نعم مات بجسده عليه الصلاة والسلام وذهبت روحه، لكن سنته بيننا عليه الصلاة والسلام، ورسول الله فينا بسنته وبسيرته عليه الصلاة والسلام. فأخذها، قال له الرسول خذ الراية يفتح الله لك. وشوفوا ايش قال له، ولا تلتفت، يعني اذا مشيت لا تقعد تلتفت. يقول علي خذيت الراية ومشيت، يقول يوم تقدمت ما سألت على ماذا أقاتلهم. طيب ما أنا خذيت الراية لكن أقاتلهم على ايش؟ أبرجع بسأل النبي. يقول يوم جيت أبرجع تذكرت الرسول يقول ايش؟ لا تلتفت. يقول رجعت على وراء. يا جماعة هل عندنا تطبيق لاحترام سنة النبي بهالمعنى؟ الإسلام ينادينا قم للصلاة كل يوم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ولا في مجيب. يقول فرجعت يمشي على وراء احتراما لقول النبي لا تلتفت. يا رسول الله أمرتنا ونهيتنا وتلفتنا يمين ويسار وقعدنا، لكن نخشى والله أن نكون ممن قال الله فيهم كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونعوذ بالله من الخذلان، أن الله يكرهك ويثبطك ويقعدك مع الناس القاعدة، أذان ما تصلي، بر ما تفعل، صدقة لا تبادر، عمل صالح تكف